يسعد صباحكم مساكم. بدنا نعمل مارشميلو كتير الولاد بحبوه والكبار. بدي كباية ونص سكر، نص كباية مي، ولحط كورن سيروب اللي هو عسل السكر. بحط ربع كباية مثل ما شايفين، بيتواجد هيدا بكل المحلات، اسمه كورن سيروب. بحطهم مع بعضهم وبدي اخلطهم قبل ما احطهم على النار منيح. لازم تخلطوهم منيح لحتى تحسوهم دابوا، لأنه لما نحطهم على النار ما حنخلطهم. فبحطهم على النار ولما تبلش يغلي بخليهم بس دقيقتين وبطفي على جنب. بجيب مثل ما شايفين عم بحط 3 معالق جيلاتين بقري مع ربع كوب ماء دافي، يكون المي دافي أحسن. بتعرفوا بلاد برا بيبقى جيلاتين منه، بتبقى أكتريته مواد من الخنزير. فاللي ما بحب يحط أو ياكل مارشميلو بجيلاتين خنزير في يعملها هو بالبيت عنده إذا ما بيتواجد المارشميلو اللي من دون مواد الخنزير. بعد ما خلطتهم للسكر اللي كان على النار غلي، بضيف عليهم مادة الجيلاتين اللي خلطتها مثل ما قلنا لكم، 3 معالق مادة الجيلاتين مع ربع كوب ماء دافي. خلطتهم رجعت ضفتهم على خلطة السكر. ببلش اضربها بالمضرب الآلي لحتى تصير فومي، يعني تصير مثل الكريمة الشانتيه. بضلكم تضربوها منيح. يستحسن انه يكون عندكم المضرب الآلي لحتى تطلع النتيجة منيحة. وبضلنا نحركها لورجيكم النتيجة اللي بدي اياها، ليطلع الخليط ويصير كتير فومي. يعني فومي شو بعرفني شو بقولوا بالعربي، انه جامد مثل كريمة الشانتيه. واذا بدكم تعرفوا وصلتوا للنتيجة المطلوبة اللي لازم توقفوا المضرب منها بعد ما تضربوها، مثل ما شايفين عم ببلش الخليط يوصل للنتيجة اللي أنا بدي إياها. بتحطوا إصبعكم وبتشوفوها بين إصبعكم إذا عم بتمغط. إذا عم بتمغط يعني صار جاهز ولازم نصبه. إذا بدكم تصبوه فيكن تصبوه أبيض باللون الأبيض، فيكن تعملوا له نكهة، تحطوا له نكهة الموز، فيكن أي لون تحطوه. مثل ما شايفين بنحط نايلون بعلبة وندلقه. النايلون ضروري لأنه لما بدنا نقلبها نفتحها ما تكون ملزقة بالتبروير. وأنا شلتها شوية على جنب. عم بحط لهم اللون اللي بتحبوه. حطيت اللون الموف البيربل، ولحط بعد شوي الزهر، وبعمل بالأصفر. يعني انتو اللون اللي بتحطوه. حتى فيكن تحطوا نكهة، في بيجي نكهة الموز، بيجي نكهة الذرة، نكهة الفريز اللي بتحبوه. حطيت طبقة بيضة وطبقة ملونة. هيدا بدي احطه بالبراد مش بالفريزر، بالبراد من تحت بالتلاجة. يعني مثل ما شفتوا عملت أصفر وبيربل وهيدا الزهر. حطيت طبقة بيضة، طبقة زهر، طبقة بيضة، طبقة صفرة، طبقة بيضة، طبقة موف. بصبهم فوق بعضهم. برجع قلنالكن حطيناهم بالبراد لما بردوا بعد ساعة. بدهم ساعة مش بالكتير، وإذا أكتر أحسن وأحسن. شوفوا كيف طلع معنا. عفوا. شوفوا النتيجة، شوفوا الطراوة، شوفوا التمغيطة تاعت المارشميلو. حطيت نشا على وجهه لأنه بدي أقطعه. وإذا بدكن إياه يتحلى أكتر طعمته بتخلطوا النشا مع معلقة سكر، يعني معلقة نشا معلقة سكر بتقصقصوه. وهي عندكم مارشميلو بالبيت ولا أروع. تكلفة رخيصة، يمكن ما بتكلفكم كلها على بعضها شي $3. وألف صحة. ما تنسوا تدعمونا.